السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ صباحكم مشرق بنور الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد في كل نفس ووقت وحين في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. الساعة دي يا حبايبي مش عايزة كده ايه غير شوربة عدس ايه تدفي القلب كده. نزلت يا حبايبي بالحلة سخنة، حطيت فيها معلقة زيت ممكن تستبدلها بسمنة، ونزلت بطماطميتين كده كبار وجزرتين كبار وبصلاية كده كبيرة وفصين توم. والسر بقى في اللون والطعم الجميل ان شاء الله. قرن كده من الفلفل الاحمر، لو مش متوافر عندك خلاص استغني عنه. وقمت جايه حطاهم كده يا حبايبي تشوحهم. معلش ما جاش المقطع وانا بضيف الميه. وقاموا جايين اما خدوا غلوه كده يا حبايبي هديت عليهم النار. وممكن برضو ايه تضيفي معلقه صغيره كده من السكر عشان تعادل معاكي حموضه الطماطم والعدس معانا كده يا حبايبي. وطبعا بتسرع من سوى الحاجه. وهنا بقى حبايبي جبت طاسه ونزلت بيها معلقتين زيت وحمرت الشعريه. وبرضو ايه هعمل برضو بصلايه كده مبشوره حبايبي. دي كانت متفرزه عندي في الفريزر، ممكن انتي تبشرها في وقتها احسن يعني عشان ما تبانش فيه. لكن لو ولادك بيحبوا المتقطع يبان فيه عادي، يعني ايه ترجع لك انت بس المبشوره بتدوب فيه كده وبتبقى جميله قوي كده. شوفوا العب حبايبي العدس ما شاء الله اللهم بارك استوى وبقى تمام اهو. اطفي عليه بقى واسيبه يبرد خالص عشان ايه نضربه في الخلاط. وهنا حمرنا البصله وحمرنا الشعريه، يعني بدل انت واقفه استغلي وقتك كده يا حبيبتي وهو بيستوي تقومي جايه عامله ايه الحاجه كده جنب منه، بحيث على ما يبرد تكوني ايه خلصتي مطبخك وشطبت اللي وراكي وتنجزي وقتك معاك يا حبيبتي. ربنا يصلح حالكم حبايبي ويساعدكم ويحقق لكم كل ما تتمنوا زياده، وينجح اولادنا ويشفي مريضهم ويهديهم، اللهم امين امين يا رب العالمين. شوفوا حبايبي اللهم بارك بعد ما ضربت في الخلاط كهرمان ما شاء الله اللون الجميل الوردي ازاي. والسر طبعا في الجزر اللي ضفناه بيخليه اللون معاك اللهم بارك. نزلت بقى كده حبايبي ايه بالبصله كده دوبها فيه كده. وطبعا بدلها نحط شعريه لازم طبعا نخففه بقى بميه عشان طبعا الشعريه هتحتاج معانا الصوص كده يبقى خفيف عشان تستوي فيه. شايفين الجمال يا حبايبي؟ في ناس بتعمله لغايه كده لكن احنا بنحبه هنا بالشعريه. يعني في ناس ما بتطفش الشعريه فيه، لكن بالشعريه بيبقى جميل قوي وطعم. ولو ما عملتوش بالشعريه فايتك كتير قوي يا حبيبتي. لو وصلت لغايه هنا ما تنسيش اختك باللايك والاشتراك والسبسكرايب. الله يسعدكم حبايبي يا رب. هنا حبايبي بقى هنزل بمعلقه كده من الكمون، معلقه من الكزبره الناشفه، معلقه كده يا حبايبي من الحبهان على لورا مطحونين ما شاء الله بتديك الريحه اللهم بارك. وطبعا نقوم ضايفين بقى الملح تبع حدك للاكل، بس يفضل طبعا ما تحدقوش قوي. شوفوا حبايبي ما شاء الله توهت في بقى التوابل كده حبايبي وداخل بقى في غليان. اقوم جايه ضايفه الشعريه. والشعريه مجرد ما ضفتيها ايدك فيه، يعني ما تسيبيهاش كده وتمشي بحيث ما تلزقش منك في الارض. فتقومي جايه في ارضيه الحله يعني، فتقومي جايه ايدك فيها كده لعند ما تدخل في سوا وتعرفي بقى انها استوت معاكي تطفي عليه. شوفوا حبايبي ما شاء الله، شوفي الشعريه ما شاء الله حجمها زيت وبقى جميله اللهم بارك ازاي. كده حمصت 3-4 ترغفه كده حبايبي تبع اكلك طبعا. حمريهم كده في فرن البوتاجاز ما شاء الله يبقى جميل، ولا هتحتاجي زيت ولا حاجه من غير اي ماده دهنيه. سخني الفرن كده وحطيه في طاسه عندك على الرف الوسطاني، تحطوش في الارضيه على طول. هيتحمص معاك وهيبقى زي الفل يا حبايبي. شوفوا الشوربه ما شاء الله جميله ازاي. وقطعت بصل عدس يعني بصل. جودي كانت جايه من الامتحان وبتقول لكم جميل عدس يعني بصل. ومعانا ليمون كمان كده يا حبايبي عشان نعصره على الشرب. ربنا ينجح اولادنا جميعا يا رب وييسر لهم كل عصير اللهم امين يا رب. يجعل لهم كده الصعب هين لين يا اللهم امين يا رب. كده حبايبي بقى اقطع كده العيش معايا واقوم جايه حاطاه كده في حله، واقوم جايه واخده من الشوربه واخده معاه كده تقليبه بحيث العيش يطرى معاكي. يعني ما تحاوليش تحطي في الطبق على طول، لا حاولي تحطي كده على الحله. الطريقه دي بتبقى جميله قوي، بتخلي كده العيش يطرى معاكي وبيبقى كله شارب من الشوربه وطعم قوي. شوفوا حبايبي
تقليبه كده، مش بنسيبه كتير يعني، ده هو تقليبه كده ايه واحنا واقفين كده، حاجه كده تدفي القلب وايه. اللهم بارك. زي ما احنا عارفين طبعا العدس كله قيمه غذائيه وفي بروتين، العدس كله ما شاء الله مليان بروتينات، وضفنا الشعريه وضفنا كمان الخضروات دي كمان كلها فيتامينات، وضفنا العيش نشويات، فهي وجبه كامله متكامله يعني ما شاء الله. ربنا يحسن ما بين ايديكم حبايبي. شوفوا مجرد ما قلبته تقلبتين العيش كده ما شاء الله شرب من الشوربه وبقى جميل قوي. لو وصلت لغايه هنا حبيبه قلبي ما تنسيش اختك باللايك والاشتراك. الله يسعدكم حبايبي يا رب، وتشيروا الفيديو كده مع اصحابكم وحبايبكم عشان يتحفظ عندكم، عزتوه في اي وقت تقوم جايبه الوصفه على طول. ما شاء الله يا حبايبي. يا رب يا حبايبي اكون ضيفه خفيفه كده عليكم، واكون النهارده قدمت لكم العدس بطريقه جميله. لو ما جربتهاش جربيها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.